السلام عليكم حبايبنا في كل مكان. اليوم رجعنا لكم مقطع. اللي عندي من مدة ما نزلتش على القناة، بس افتح لايفات يوتيوب وتويتش في نفس الوقت لاني متكاسل شوية على القناة. المهم اليوم فكرة المقطع جات، وانا لايف ناس تيجي تسألني كم مرة انت ازاي مشغل اللعبة واللي هي فايف ام، اللي هي الفايف ام على مقاطعة بلاين. انا العب مقاطعة بلاين جي تي اي، وزيد في نفس الوقت فاتح بث على كارت شاشة، يعني جهازي أنا نقولوا متوسط يعني، إلا كارت الشاشة نقولوا شوية ضعيف، مو مرة يعني، اللي هو جي تي اكس 1050 تي اي. يعني ازاي قالوا لي ازاي تقدر تشغل انت اللعبة وتفتح بث في نفس الوقت على جهاز بهاي المواصفات، اللي انا مواصفاتي عندي 16 جيجا رام، وعندي رايزن 5500 يعني، وكارت شاشة 1050 تي اي اللي هي 4 جيجا. ازاي تقدر تشغل اللعبة وازاي تفتح لايف وفي نفس الوقت، وفي ناس حتى تلعب بدون لايف، عندهم تقطيع، ما هي اعداداتك، ما هي. فقلت لهم ان شاء الله راح اعمل لكم المقطع وانزع شوية تكاسل عني، وان شاء الله بنبلش في الشرح عشان ما نطولش في المقدمة كثير، وخليكم معنا. ويلا بسم الله نبدأ الشرح. هي ما شوف انا ما في اسرار يعني كبيرة ولا مرة. اولا نبدأ اول شيء الويندوز اللي عندي معدل وخفيف يعني عشان ايش انت الاشياء احيانا ويندوز يحطوا اشياء انت ما تحتاجها، زي كورتانا، زي اشياء ما تحتاجها اصلا، وتثقل لك الجهاز، زي هاي اللي عندهم حتى بتاع التجسس، هاي سباي، عندهم كثير اشياء ما تحتاجها اصلا. فراح تلاقي النسخة أنا اللي قاعد استعملها، وعندي من تقريبا عام استعملها وما عندي فيها حتى مشكلة، يعني وتمامها. راح اوريكم مثلا حتى الابديت موقفة فيها هاي، موقفة ال 2050، ما عامل لا ابديت ولا شيء، والامور تمام يعني. تقدر تسطبها بالانتي فايروس ولا بدون. ما انا مثلا سطبتها بدون انتي فايروس، وبعدين ضفت انتي فايروس اللي راح اقول لكم وين تلاقوه برضه. الروابط راح اخليكم روابط. هو عنده نسخة هاي اللي قاعد استعملها للحين، اللي قاعد استعملها هاي عندها من تقريبا هاي عام ايه اكثر من عام، عندها اكثر من عام، بس انا اللي عندي شخصيا قاعد استخدمها تقريبا عام، ما وصلت عام تقريبا، وما لقيت فيها حتى مشكلة. ونفس هي النسخة اللي قاعد استخدمها وبث فيها وحاليا شو اسمه. وعنده نسخة جديدة هاي، وما ادري والله الصراحة منزلها هو جديدة، لسه ما جربتها. الناس عمال تشكر فيها في قريت التعليقات انها حلوة، وهاي من تعديله يعني. حتى تدخل هاي قناته اسمه الشبح، هاي الشبح اكس، عشان كل واحد نعطوا له حقه، نعطوا كل ذي حق حقه يعني. هاي حقه هو اللي مسويها يعني، نقول احنا قناته ودعموا الرجال يعني مسويها. السلام عليكم ورحمة الله، هاي تحياتي قناته. لأحلى جيمرز وأحلى شباح، ورجعت لكم بفيديو جديد. فيديو اليوم الفيديو المنتظر عن نسخة ويندوز 10 الخاصة بالشبح اكس، من تعديلي شخصيا ومن إضافتي شخصيا لجميع التويكات الخاصة بنظام الويندوز. يعني هاي كلش من عنده زي ما سمعت، كل شيء من عنده. اذا تحب تقعد على نظامك اقعد. هذه واحدة عندك الويندوز. نفترض انك قعدت على الويندوز، نفس الويندوز انت اللي فيه، خلاص هاي النقطة نتخطاها. وبعد ما نتخطى نقطة الويندوز، خلاص انت سطبت الويندوز، سواء قعدت على ويندوز بتاعك، ولا شوف انت وين تعمل التويكات، ولا تنزل هاي النسخ. روحوا يعني الحين تنزل درايفرات. انا من وين جبت هاي قصدي الانتي فايروس. فيما نزلت هاي درايفر معروف، اللي درايفر سولوشن، اللي هو معروف، ينزل لك اوتوماتيكيا الدرايفرات. تمام. تنزل ذا، وتنزل شو اسمه درايفرات، وتختار برامج، وراح ينزل لك الانتي فايروس، وينزل لك هاي. ترجع لك تحب تنزل الدرايفرات بطريقة ثانية بالويندوز، في حالة ما قعدت على ويندوزك القديم،
نزلها عادي، المهم كل شيء حتى هاي آمنة وما فيش حتى مشكلة. نروح للنقطة اللي بعدها. أو مثلا تحب تستخدم درايفر بوستر المعروف، يعني تقدر تستخدم بس النسخة المجانية بدون ما تضطر إلى النسخة المدفوعة. النسخة المدفوعة تعطيك اوبشنات أكثر. يعني هاو طريقة سهلة، مثلا تعمل سكان لل هو راح يعمل لك سكان، يشوف درايفرات، مثلا الدرايفرات كلها تمام، هنا الكاميرا كل شيء كل شيء، الصوت خلاص. لأنه نقطة هاي النقطة الثانية درايفرات، تتأكد خلاص سطبت الويندوز درايفرات شغالة تمام، ما في حتى مشكلة. وراح يطلب لك وراح يطلب بعدها بعد ما تكمل إعادة تشغيل للجهاز. ما في حتى مشكلة، خلاص زبط كل شيء هاي الدرايفرات. نروح للنقطة اللي بعدها. الحين النقطة اللي بعدها نروحوا على درايفر كارت الشاشة. هو الطريقة المعتادة الناس اللي تبحث فيها درايفر، يروح هنا في الموقع الخاص بانفيديا ويكتب في جوجل، يطلع له يحط الفيرشن اللي عنده، سواء جي فورس سواء الار تي اي شو اسمه ار تي اكس سواء جي تي اكس. هي يكتب النسخة اللي خاصة به ويطلع له درايفر وينزله. بس المشكلة انه الدرايفر الخاص بانفيديا ممكن ينزل لك اشياء انت ما تحتاجها، زي ما الويندوز ينزل لك اشياء ما تحتاجها حتى درايفر، وراح يكون يأثر شوية على الاداء. فاحسن شيء ايش البديل عندنا؟ البديل الا وهو انفي كلين انستال. ممكن اول مرة الناس تسمعها وخايفين من هاي يجيب منها من وين جايب هاي الاداة وخايفين. لا، ما تخاف ولا شيء. هاي ما هاي اللي مسويها برضو مبرمج معروف، وهاي قناته، وعنده كم مرة ينزل عليها تحديثات، كل مرة ينزل تحديثات. هاي قناته وحتى الشروحات يعني موجودة في حال ما، وراح نشرح لكم إن شاء الله بإذن الله. يعني إن شاء الله راح نبسط لكم الأمور قد ما أمكن. هاي ثاني واحدة، راح أخلي لكم الرابط في الوصف. نروح للنقطة اللي بعدها. نروح لواحد برنامج اسمه ميموري داكت. هذا شو يسوي لك؟ يمسح لك الرامات. مثلا أشوف الرامات هنا الاستعمال 28%، يعني هاي مثلا 29%. تحب تخليه اوتوماتيكيا، ولا حتى برضو هذا البرنامج مجاني. ها، كلين ميموري صارت 19% قدامكم يعني. كلين ميموري يعمل لك، تحب تخليه اوتوماتيكي، تخفيه الاوتوماتيكي مثلا اذا وصل مثلا 50% ولا شيء كذا، يمسح لك اوتوماتيكيا. شنو راح يزيد شوية في اداء السي بي يو، بس ما يأثر كثير. برضو هذا البرنامج يفيدكم كثير. وبعد آخر برنامج ممكن راح نحملوه إذا إن شاء الله مش ناسيين حتى واحد. آه برنامج تك باور أب جي بي يو زد. هذا إيش شغلته؟ هذا راح يعطيك أداء كارت الشاشة. مثلا أنا هايو هنا أعطيكم، هذا معروف برضو البرنامج ده، راح يعطيك أداء كارت الشاشة. وفي إيش مفيد أداء كارت الشاشة؟ راح أقول لكم بعدها في الشرح ليش. للأسف وأنا أنسخ في الروابط لقيت إنه الويندوز 10 القديم اللي نفس أنا اللي حاطه، لقيته إنه شالوا، ولا اتشال من طرف جوجل درايف. الله أعلم وين المشكلة. للأسف مش موجود. موجود بس هاي اللي معدلها من 4 أشهر، الويندوز 10 اللي معدله من 4 أشهر تقريبا. ما في حتى مشكلة، هو تقريبا نفس الويندوز. ممكن زاد عليه، زاد حسنه ممكن أكثر، مين يعلم. والناس قاعدة تشكر فيه. يعني عشان ما نطيل ويلا نكمل. ونقطة أخرى يعني قبل ما أنسى، تذكرتها وأنا منتج في المقطع، تذكرتها ألا وهي شغلة الأوفر كلوك، يعني تعمل كسر السرعة للكارت. في ناس ممكن يخاف من لما يسمع كسر السرعة وكذا. لا تخاف ولا شيء، عندي من مدة وأنا أستعمل كسر السرعة. مرة بس اللي شي سويته أنا غلط، أنه نسيت المراوح ما شغلتها. وتدرون أنه الكارت، خصوصا وأنا مثلا تكون باث ولا تشغل لعبة ولا راح الحرارة تصعد مرة.
وتخيلوا انا كنت بث ونسيت المراوح ما شغلتها من الاوروس انجن. هذا اسمه الاوروس انجن، تنزله من الموقع الرسمي. انا الشركة اللي مصنعة الكارت عندي جيجا بايت. فانت دور لك على اسم الكارت، استغفر الله، اسم الشركة اللي مصنعت لك الكارت. فمثلا انا كارتي مصنع من طرف جيجا بايت. أنا ادخل، انا كتب جيجا بايت، هاي اسم الكارت، هاي او سي كذا جيمر او سي جي 1، هاي الاسم كله درايفرز. ادخل على الموقع الرسمي، وادور على روح الاتيليتي، وادور على ذا اورس انجن. انا شوف من زمان وانا استخدم هذا اكستريم انجن، برضو يعمل لك كل شيء، برضو يتحكم لك بسرعة المراوح، اي شيء كل شيء. بس انا فضلت ذا الاورس انجن، ما ادري ليش فضلته كذا، عجبني الشكل شيء كذا عجبني، ففضلت هذا الاورس انجن اللي قاعد الحين، هذا اللي قاعد تشوفه مستخدمه. وبرضه تقدر تسوي كسر السرعة بأماساي افتر برنر. انا زمان كنت مسويها بأماساي افتر برنر، ما عندك حتى مشكلة. واذا تحتاج اي مصادر ولا شيء مش مشكلة، اوجهك زي تسوي كسر السرعة امن وكذا بواسطة اماساي افتر برنر. اذا كان كارتك ما يشبهش كارتي اللي هو جيجا بايت، ما في حتى مشكلة. وتلاقونا إن شاء الله إحنا نفتح بثوثا يوميا إن شاء الله، وتلاقونا أي استفسار ولا شيء أطرح عنا الأسئلة، وإحنا إن شاء الله في الخير. أولا نبدأ بهذا البرنامج. شو فائدة هذا البرنامج؟ راح يعطيك مواصفات كارت الشاشة بتاعك كله. هذا يعطيك كارت الشاشة، هو اسمه جي بي يو. راح يعطيك كارت الشاشة وقديش الميموري والكلوك، كل شيء كل شيء راح تشتغل. انا اهم حاجة احتاجها منه هنا، تركز لي على النقطة دي، ايش الارقام دي وايش معناتها. بي سي اي هنا 16، انه هاي قديش كارت الشاشة بتاعك تقدر تشغل، وحاليا على قديش ايش قاعدة تشتغل، هل هي جيد سيء. الحين راح اوريكم واحدة الصورة وجدول ذا راح تفهموا اذا جيد ولا سيء. احنا كارت الشاشة ايش قلنا احنا على ايش قديش تشتغل؟ الحين 16 اللي تقدر تشتغله. هنا لو تروح هنا اللي تقدر تشتغله حاليا شغال على 8/3. زمان كانت عندي شغالة على 8/2. كان عندي مشكلة في الكيبل، لقيت المشكلة في، كان حتى الجهاز أحيانا يتوقف كذا. أقول ممكن الرام، ممكن وهي كانت في الكيبل هاي بتاع شو اسمه، كابل الطاقة الخاص بكارت الشاشة. هل الرقم هذا جيد ولا سيء؟ راح أشرح لكم. فنروحوا هنا عشان نحطوها هنا عشان تفهم. أنا شغال على 8/3. 8/3. نجول البرنامج هنا. تمام. معدل النقل حلو، تقريبا 8 جيجا. حلو. سرعة عالية. وحبذا لو تشتغل على 16، بس للأسف يعني ما يهم. أنا أصلا كارتي يعني قديم كذا ولا كذا، هاي الرقم حتى الناس اللي يعني المختصين يقول لك تمام، الرقم ذا تمام. زي سنكر أنا أخذته أصلا على سنكر ذي، يقول لك تمام ما دامك أنت فوق الثمانية خلاص، 8 وفوق تمام. لأنه 8 ها عندك الأرقام 3، تجي هنا تمام. أنا زمان كانت تشتغل على 4، تخيل 4 و2 و3. كان عندي مشكلة أيضا في كابل الطاقة، مشكلة. فكنت أنا يعني كنت خاسر أداء كثير. الحين الحمد لله. ما هو الحل إذا لقيت إنه كارت الشاشة لا ما تشتغل مثلا زي ما أنا كانت تشتغل على 4؟ أولا تحقق من كابل الطاقة. تمام، لقيت كابل الطاقة تمام، خلاص ما عندك مشكلة. أحيانا شو تعمل؟ امسك لك منديل ناشف، قاعد أقول ناشف مش مبلل. امسح لك البينات، شيل كارت الشاشة، امسح كويس، انسف المكان ذاك. ممكن يكون غبار، لأنه أحيانا البينات بتاع كارت الشاشة إذا ما كانت تلمس كويس راح تسبب لك المشكلة هاي في نقص الأداء، وتصير هنا عندك 4 زي ما كانت. أنا أول ما مسحتها كويس ركبتها، راح المشكلة هذي وصارت عندي الأمور تمام. نروح للنقطة اللي بعدها. البرنامج الثاني هاي الخاص بالميموري، اللي وريتكم في الميموري هنا انه شو اسمه ينظف لك الميموري، كلين ميموري تسوي. هو نفسه هاي البرنامج. تروح هاي تخلي الاعدادات كذا لود اون، يعني يبدا مع الويندوز، وانه لما يتسكر راح يصير كذا، راح يصير هنا تحت عشان ما يتوقف، دائما يشتغل مع الويندوز. خليه دائما يشتغل مع الويندوز.
وزي ما قلت لكم تحب تخليه هنا، قلت لكم كلين ميموري، وين يسوي لك ميموري مثلا، خلي نفس الاعدادات جرى عشان ما تجيب العيد وتحطها فيها. مثلا تخلي له مثلا كل نص ساعة يمسح، كل 10 دقائق هاي ترجع لك ليك. وهاي تخلي له وين يوصل لما انا ليش مخليها مثلا 50%؟ لاني عارف لما تكون انا في الالعاب راح يصير شو اسمه استهلاك الرامات والاشياء اكثر. فماش اخليها انا مثلا 30% يقعد كل دقيقة يعمل كلين حتى. لانه قلت لكم النقطة انه السي بي يو يصير المعالج، يعني لانه انت لما تمسح هنا المعالج راح يزيد يشتغل شوية زيادة في ذيك لما تسوي المسح. فأنا خليته هنا في 50، ولا ممكن تخلي حتى في 40 تمام، بس أنا خليته 50. وإذا شفت مثلا أحيانا أروح أسوي أنا الكلين يدويا مثلا. حاب ما تخليها تسويها يدويا أحسن، سويها يدويا. نروح للنقطة اللي بعدها. النقطة اللي بعدها بعد نقولوا يعني زبط درايفراتك، ويندوز بتاعك، كل شيء امورك تمام، خلاص ما في ناقص شيء. تأكدت انه كرت الشاشة ما فيها مشكلة، لا في الكيبل، ومنظفة وشغالة تمام يعني بطاقتها القصوى. خلاص الحين نبدأ في الويندوز. قبل ما نروح للانفيديا نبدأ في الويندوز. اهم شيء نبدأ في الويندوز. تروح هنا تضغط ويندوز ار. ويندوز ار. تيجي هنا تكتب ام اس كون في، وتضغط انتر. تروح هنا على البوت، وتروح هنا على ادفانس اوبشن، خيارات متقدمة. انا تشغيل اذا كنت عاملها بالعربي الويندوز عندك. تروح تشوف كمية البروسيسورات الأنوية يعني قصدي، اللي مشتغلة. لأنه أحيانا الويندوز غبي في ايش، مثلا تحدث الويندوز تحدث عفوا تحدث المعالج. انا شفته عند اجنبي يحدث المعالج، كان عنده معالج قديم جاب معالج جديد. الويندوز المعالج اللي كان عنده من قبل كان يشتغل كان فيه 6 كور. فلما جاب واحد فيه 8 الويندوز لساته يشتغل على 6. لساته يشتغل على 6. فهنا تحقق، يعني هاي تحقق في شو اسمه كذا. هاي كيف تتحقق، تشوف الأنوية اللي شغالة واللي نايمة. راح تلاقيها إذا كان عندك أنوية نايمة راح تلاقيها هنا. وهنا راح يطلب منك إعادة تشغيل، راح تشيل الأوبشن ذي، راح تلاقيها ممكن مش موجودة تشيلها، وفيها إعادة تشغيل. المهم حتى تزبطها لآخر شيء، يعني ماكسيموم. إذا كان عندك مثلا 8 راح تلاقي هنا 16. النقطة اللي بعدها. النقطة اللي بعدها تروح الباور. باور. باور اند سليبين سيتنج. تروح هاي الخيارات، تروح additional هاي على اليمين فوق باور settings. وتروح ممكن انت تلاقيها عندك بالانس، او تلاقيها باور سيف. باور سيف هاي اجهزة اللابتوب عشان يستخدم طاقة اقل عشان يحافظ على البطارية. انت تكون على جهاز مكتبي مش لابتوب. فايش تسوي؟ ما تحتاج انت باور سيف، بالعكس راح تشتغل على اعلى شيء. هاي التيميت بارفورمانس ولا نفس الشيء تقريبا، نفس الشيء بس كلام ذي خليها على هاي بارفورمانس. ممكن ما تلاقيها عندك موجودة. فش اسمه تشينج مثلا، تروح تغير، تروح تغيرها. تروح هنا مثلا هاي وتروح تغير، وتروح لك عند واحد تروح لك وين اسمه هاي بروسيسور باور مانجمنت. وتروح عند باور. هنا وين تلاقيها هنا. خليها 0%. مينيمم بروسيس ستيت خليها 0%. ما ادري نسيت انه قديش تلقاها، خليها 0%. وتسوي اوكي. انا على هاي برفورمانس، مهم اذا ما لقيتهاش مفعله تروح تفعلها، وهنا تخليها 0%. وتسوي اوكي، وراح يطلب منك اعاده تشغيل، وتختارها. تختار هاي برفورمانس مباشره، تجي تختار هاي برفورمانس عشان تخلي يعني يستخدم طاقه اعلى. وين راح تحتاج هذه؟ راح نروح النقطه اللي بعدها. النقطه اللي بعدها وين؟ جرافيك. جرافيك سيتنجز.
تكتب جرافيك تطلع لك جرافيك سيتنجز. هنا ممكن تلاقيها مش مفعلة، تفعلها وتطلب لك إعادة تشغيل. تروح تحط لك البرامج اللي راح تحطها على هاي بيرفورمانس، اللي انتم مثلا تحط الاوبشنز باور سيفين ولا هاي بيرفورمانس، تخليها على هاي بيرفورمانس اللي كنا نتكلم على هاي بيرفورمانس، خليها اعلى يعني طاقة قصوى. خلي مثلا احنا اليوم قاعدين نتكلموا على الفايف بام، انا حاط هاي الجي تي اي والفايف بام. تروح تضيف البرامج من هنا براوز، وتضيف البرنامج انت مثلا سي اس وتسوي له اد. انا شكلي مش ضايفها، بس شو اسمه ضايفها اصلا هي موجوده، وتضيفها وتخليها هاي برفورمانس، وتروح تشوف البرامج انت اللي تخليها تشتغل على طاقة. مثلا هاي البرامج انا كلها احتاجها تكون يعني كارت الشاشة يشتغل عليها بأقصى شيء. جول كارت الشاشة، احنا الحين شغلنا الان في شيل، ان في كلين انستال. تروح مثلا تختار لك، هو راح يعمل لك شو اسمه، يعمل لك يعرف كارت الشاشة مباشرة. تسوي نيكست. مثلا انا كنت منزله اصلا، يعني مش راح ازيد انزله مرة ثانية. تختار مثلا تنزل بس الفيزيكس، هاي الاشياء. مثلا الاوديو اذا ما راح تحتاجه، هاي في كارت الشاشة. تختار مثلا شادو بلاي، هاي اللي تسجل بيه. مثلا انت تسجل برنامج ثاني ما راح تحتاجه، هاي الاشياء انت اللي ما تحتاجها ما تنزلها. الاوديو هاي هذا التجسس تيليمتري، هذا التجسس برضو تلاقيه في الويندوز، اذا لقيته في الويندوز برضو شيله. هاي الاشياء وتعمل نكست 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 وتعمل انستال. اذا تطلع لك مثلا نكست وراح ينزل، احنا نسوي كانسل، لانه اصلا ما نحتاج شو اسمه. تلاقي نكست وبعدين تسوي اذا هي تكون كلين ولا واحده من اول من جديد، وتسطب عادي هذا الكنترول بانل. بعدين تيجي هنا الاعدادات. عندك اول شيء، اول شيء يا اخي انت الكارت ضعيف. اذا كارت ضعيف اخي اختار لك برفورمانس. اذا كانت كارتك ما ضعيف ما قوي، خليك متوسط، يعني ما بين الجودة والاداء. ويمكن تحسين الاداء بطرق اخرى، يعني تحسين الجودة فيه يعني كيف تحسنها. وعندك اذا كانت كارتك قوي حط على كواليتي. نيجي مانج 3 دي سيتنجز. اول شيء ايماج سكيل. شوف تقدر تخلي هنا اعدادات كليا، ولا تحب كل برنامج تحط اعدادات خاصة. مثلا يوز جلوبال، يوز جلوبال كل شيء راح ياخذ من الجلوبال سيتنجز اللي هم دي. فتضيف برامج، اروح الاعدادات. انا عندي مشكلة في الشاشة دي. الشاشة الثانية هنا ما عندي فيها مشكلة. لما اسوي ايماج سكيلين شو يسوي لي الشاشة دي؟ تصير الشاشة سوداء. انتم ممكن تشوفوا في التسجيل لو اسويها، وانا مش حابة انزل برا اسمه درايفر من اول جديد. هاي شو عملها؟ هاي يعمل يعني حدة للحواف. مثلا تنقص الجودة، انت تنقص الجودة عشان تحافظ على الأداء، وهذا راح يحسن لك شوية الجودة. راح في الشخصيات راح يحسن لك الجودة في الحواف الشخصيات، ولا في الألعاب فاهمين علي؟ في اللعبة الداخل. هم الإعدادات أنا اللي حاطهم عشان ما نتكلم كثير. خليها للأبليكيشن، هي اللي قرر. خليها للتطبيق هو اللي قرر، يعني اللعبة هنا تقريبا. تيجي هنا خيار ذا تخليه هاي التطبيقات اللي تكون في الخلفية. ايش معناتها تطبيق تكون في الخلفية؟ مثلا الحين بيش نعطيكم مثلا هاي الفايبام. ندخل على الفايبام، وهنا فتحنا الفايبام. اذا شايفينها نضغط على التطبيق، هاي 150 فريم. مجرد شوف اضغط ويندوز، شوف يصير 21، لانه انا في الاعدادات مخليها 21 اقل شيء. هاي شو فايدتها؟ هاي تخلي كارت الشاشة يشتغل على التطبيق اللي يكون في الامام، يعني اللي انت قاعد تشتغل عليه. اما التطبيق اللي يكون في الخلفية ما تركز عليه. مثلا هاي 21 وخليها 21، تحب تخليها 30 25. شفت اداء كله حلو. يعني هي انا ليش تخليها مثلا 31 عشان لما ينزلوا الفريمات، لما يجوا يصعدوا ما ينزلوش كثير.
المهم انت دائما خلي التطبيقات اللي تكون في الخلفية انها ما تشتغل على اقصى شيء، انه كارت الشاشة راح يركز لك على التطبيق اللي قاعد تستخدمه، وهذا حلو، راح يكون الاداء راح يزيد يحسن لك في الاداء كثير. عندك تروح للجي بي يو، عندك كارت شاشة، واكيد كلهم راح يكون كارت شاشة واحد. هاي خليها ديفولت سيستم، شو اسمه، خليها ديفولت ما تغير عليها. الفاكتور خليها اوف. اللو لاتنسي مود خليها الترا. هاي تأخر الاستجابة، يعني هاي بتاع انفيديا، ممكن ما تفيد كثير في جي تي اكس، بس من الار تي اكس انه لما تضغط الزر يكون سريع. هاي تفيد في الالعاب التنافسية زي البوب والاشياء ذي. ماكس فريم ريت اقصى شيء يلحق ليه كارت الشاشة انا مخليها 150، لانه لو افتحها تكون 165. ها شوف، يعني انا اخليها مثلا 165. انا خليتها وين؟ هنا الاعدادات العامة. اما لما نروح الاعدادات الخاصة لكل تطبيق، مثلا تحب انت تضيف تطبيق، اي تطبيق مثلا فايبام حتى لو مش موجود، تدور عليه في البي سي، انت وين مسطب اللعبة، تروح لي وتضيفه. مثلا انا كلها مخليها على الاعدادات العامة، الا تجي مثلا مثلا فايفام، هاي كلهم مسويهم فايفام، هاي كلهم تابعين لفايفام ومثلا هاي جراند ثيف اوتو مخليها 150، اقصى شيء 150. مثلا الحين انا لو لو اعدلها، خليها مثلا شو اسمه هاي ماكس فريم ريت، مثلا لو اخليها 160 راح تظهر لي 160. لو اسوي ابلاي، نسوي اوكي، نسوي ابلاي. ها لو نرجع، لا مش دي، ممكن اخترت انا شو اسمه الغلط. آه، ممكن ذا اللي هو راس، لا ممكن ذا هو. اهي نخليها 160 مثلا، نسوي اوكي، نسوي ابلاي، ولا ممكن لازم لها اعادة تشغيل. هنا لازم اعادة تشغيل، هي لازم اعادة تشغيل، وهاي بعد إعادة تشغيل. هاي صارت 160. احنا بس حنخلوها على 150، قلنا لأنه الانجن ذا إذا حطيته فوق 150 يصير يسوي لك تقطيع ومشاكل. كان ذي اللي غيرناها، والمفروض ذي نرجعها 150 زي ما كانت. 150 أقصى شيء عشان ما نلحقها فوق 150، ونسوي أبلاي. عشان ايش التطبيق؟ انه الفايفان ما يفوت لك 150 فريم، عشان ما يصير تقطيع فوق 150، يصير عندك تقطيع شوية. نرجع للإعدادات العامة. هاي خليها اوف. افضل هنا شو اسمه performance. اوبن جي ال خليها على البرفورمانس. جي بي يو عندك واحدة، دائما راح يكون عندك واحدة واضحة. باور مانجمنت ماكسيموم برفورمانس. هاي خليها التطبيق هو يقرر. نجي هنا الشيدر هاي الكاش عندك بتاع كارت الشاشة، اللي تحب تخليه ديفولت، انا كنت زمان مخليه ديفولت، تحب تخليه 5 10 جيجا برضو. ايش قد شو اسمه يخزن لك الكاش قبل ما يمسحه، خليه 5 10 كله شغال تمام. عندك هاي التكستور، عندك هاي خليها اون، هاي خليها allow. هاي performance quality، اذا كان كارتك قوي خليه على هاي كواليتي. اذا كان كارتك متوسط performance، يعني ما بين شوية جودة وشوية اداء. اذا شو اسمه كارتك زي كارتي، وخصوصا اذا تعمل بثوث به، يعني خليها على هاي performance احسن، يعني اختار اقصى شيء تفضيل الاداء على الجودة. هاي تكستشر لاينين. وعندك تريبل بوفرين. هاي تريبل بوفرين سويتها انا، اشتغلت على اون واوف، شفت انا كثير شروحات في اليوتيوب، الاثنين شغالين والاثنين ما عنده مشكلة. شو فايدتها هاي تريبل بوفرين؟ راح اوريكم شو فايدتها. ولقيت لكم فيديو من 9 سنين يتكلم على الموضوع ذا. شوف، لما ما يكونش عندك مفعل تريبل، عشان تشيل انت التقطيعات، شايفين التقطيعات اللي موجودة عنده في الشاشة، هاي التقطيعات، انت عشان تشيلها فخليها اون احسن، عشان ما يكون عندك تقطيعات. هي مش لازم دايما يكون عندك، بس ممكن يكون عندك، يعني فاهم، عشان تشيل هاي التقطيعات كلها.
فخليها اون احسن. ما راح تأثر كثير، ما راح تأثر تقريبا على الأداء ولا شيء. أنا نفس الإعدادات دي اللي قاعد ألعب بها وقاعدين أبث بها وشايفينها. وشوفوا لما يفعل دبل بافر، ها واحنا قاعد نتكلم على تريبل بافر، ها يروح التقطيعات ويروح ذاك التأخير ويروح ذاك شو اسمه الشاشة. يلا نكمل. فاحنا قلنا هنا خلوها اوف، اون. والفي سينك هذا قديش يعني، مثلا هذه خليها اوف دائما، خلي تحب تسويها من اللعبة، يعني انه الكارت الشاشة راح ترندر لك الفريمات على حسب كارت الشاشة بتاعك. حتى لو كارت الشاشة بتاعك تقدر ترندر 200 فريم، لو خليتها اون راح تخلي لك مثلا انت كارت الشاشة بتاعك 144، ما راح ترندر لك فوق 144. هاي ترجع لك. هم خليها اوتو، هم خليها اوتو. الفيزيكس هنا ممكن انت راح تلاقيها اوتو، اللي هو فانت لازم هنا تحطها شو اسمه على كارت الشاشة، هي احسن راح للتعامل مع الجرافيك. تقريبا الاشياء الثانية الريزولوشن والاشياء ذي ترجع، ما تحت هاي الالوان وكذا، هاي ترجع لك انت كيف تعدل الالوان. تقريبا هنا ما فيش شيء له علاقة بالاداء، تقريبا ما فيش اي شيء كذا، ما فيش علاقة بالاداء تقريبا. ما فيش هنا الوان، كلها الوان للالوان. قبل ما انسى، لما ترستر الجهاز ادخل على البايوس. كل واحد عنده كيف الزر يدخل على البايوس. مثلا انا في الاماساي انك تضغط زر الحذف هنا اسمه، تدخل عادي. روح لك هنا ابحث على هاي ريسيزبل بار وفعلها. فعلها خليها enable، تلاقيها disable خليها enable. شوف في اليوتيوب كيف، اذا ما لقيتها شوف كيف تبحث انت، كل واحد كرت الام بتاعه كيف. وبعدين عندك يا ربي قبل ما انسى برضو، فعل لك الاكس ام بي بتاع الميموري برضو في البايوس عشان تستخدم الميموري اعلى شيء. تلاقيها انا اعلى شيء يعني، مش تلاقيها شغالة. مثلا هاي انا مخليها 3000 هاي برضو في البايوس، هاي باعدادات البايوس. تحب تعمل اوفر كلوك للسي بي يو ولا لا؟ هاي ترجع لك اذا عندك مبرد حلو شوية. ندخل هنا للعبة ونشوف الإعدادات من اللعبة. يا رب ما يجي حتى واحد هنا يقول لي شو اسمه يتعرف علي. خلونا من هو قاعدين نصور مقطع. آه مثلا الريزولوشن أنا مخليها على 1080 بي، يعني فول اتش دي، كلها فول اتش دي. هاي الإعدادات اللي عندي بدون ما أكثر الشرح وكلام. خذوها كوبي بيست إذا حبيت، يعني إذا عندك اللي عنده نفس الجهاز عندي. هاي خليها هاي نفس الاعدادات. هاي خذها سكرين لاني تعبت وانا اصور بالمقطع. هاي التكستر بادجت، ها خليها نورمال 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 نورمال. هاي شوف نفس الاعدادات. وجربت انا كثير في الاخير، لانه هنا تحب تختار انفيديا ولا اي ام دي ولا سوفتس. شارب خليتها على انفيديا ما دام انا شغل انفيديا. واذا جات ان شاء الله كارت، طلبنا احنا ان شاء الله كارت اي ام دي، راح نعمل شرح على الاي ام دي ان شاء الله. اللي لازم مشاكل هنا في ايش اسمه في بلاين. ان شاء الله تكون اموركم تمام. تحب تزيد تعلي شوية اعدادات، تشوف انت هنا قديش الميموري تخليها عشان تكون مرتاح كذا. والجودة تكون تمام، الجودة ما بها شيء، انا مش شايفينها شو اسمها، الجودة تمام وشغالة زي الفل. وخليك وان شاء الله تكونوا استمتعتوا بالمقطع. اذا عجبك الشرح سوي لنا لايك، واذا ما عجبك سوي لنا ديسلايك، ما فيها حتى مشكلة. ان شاء الله نكون قدرنا نوصل لكم معلومات. واذا عندكم اي استفسارات تعالوا، انا افتح بثوث يوميا. جميل. انا ليش قاعد اتكلم وانا داخل لعبة؟ اذا عندكم اي شيء واي استفسارات، احنا نفتح بثوث يوميا ان شاء الله على التويتش واليوتيوب. ما في توقيت محدد كل مرة كيف هي توقيت صباحا، ممكن بتوقيت الساعة 9 بتوقيت مكة.
الساعة 7 بتوقيت الجزائر. إن شاء الله حياكم، وأي أسئلة وأي استفسارات وأي شيء إحنا في الخدمة. وش نقولكم، الله يعطيكم العافية، وكل حب والاحترام. مع السلامة، بيس. السلام عليكم. آه 1050 على الفايبرام لايف أعطوني يعني تقدر تسطبها بال وين بال عفوا. بسم الله.